ريحه التتبيله رهيبه. ودلوقتي شايفين حجم السمك متفاوت ازاي، يعني سمكه كبيره وسمكه صغيره قوي. شايفين السمكه الصغيره دي؟ انا دي بقى بعشقها جدا. تعالوا بقى اوريكم شكل البطارخ عامله ازاي. اولا انا بفصصها ازاي، بشيل الراس طبعا، بمزمزها يعني بحطها في بقي. ودي شكل البطروخ، سبحان الله. بيبي دلوقتي جايبه لكم طريقه شوي السمك في بورسعيد. وده بيكون شكل الفرن مقفول، بيتحط جواه الخشب عشان النار، وبعدين السمك يتحط في الرده ويتحط في البتاع الخشب اللي الراجل ماسكها ديا، ويدخل الفرن. وده يا جماعه شكل الشبار الجوابي. شايفين هو صغير قد ايه؟ اهو قد الصباع زي ما انا بقول في الجروب بالظبط. تيجي بقى واحده تقول اصل ده المفروض يبقى قد الكف. هو مش قد الكف خالص. شايفين دي صغيره ازاي؟ انا بقى بحب السمك ده جدا، وهوريكم هي مبطرخه ازاي. شايفين قد الصباع بالظبط، صغير جدا. السمك ده غالي جدا، يعني الكيلو بيوصل منه ل110. متخيلين؟ اهو شوف بطنها عامله ازاي، حامل بقى وكده. فاحنا هناكل البطارخ بتاعتها. يلا، جبت حله وحطيت فيها ميه وهغليها على النار كميه بمقدار اللي تشوفيه بعينك بنظرك يعني. واحط عليها 3 معالق ملح اهو، وهحط البهارات بتاعتي. انا دقيت فصين توم معلقه كمون ومعلقه شطه. وده كان شكل التتبيله بتاعت الميه. غلت مع البهارات، انا جبتها وهحطها على السمك بالشكل دوت، عشان لازم يكون الميه تبقى فوق السمك بقى كله فيه ميه. وهسيبه ما بين 5 دقايق ل10 دقايق علشان يسخن والتتبيله تخش جواه، وبعد كده نقزقزه وهجيلكوا تاني عشان نعرف بيتفصص ازاي واوريكوا شكل البطارخ. بعد ما حطيت الميه اللي فيها التوابل على السمك وسبته من 5 دقايق ل10 دقايق، ده كان الشكل النهائي. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله رهيبه. ودلوقتي شايفين حجم السمك متفاوت ازاي، يعني سمكه كبيره وسمكه صغيره قوي. شايفين السمكه الصغيره دي؟ انا دي بقى بعشقها جدا. تعالوا بقى اوريكم شكل البطارخ عامله ازاي. اولا انا بفصصها ازاي، بشيل الراس طبعا، بمزمزها يعني بحطها في بقي. ودي شكل البطروخ، سبحان الله. البطروخ ده فيه ميات من السمك مبسبس كده صغير، هو ده اللي بيتاكل. والسمكه بقيه السمكه اهي، الفصين بس اللي بيتاكلوا اهو. ده الفصين. وطبعا البطن مبتسبش، البطن دي برضو بتمزمز كده.